يحكوا في روايات ان المسافة اللي قطعها خالد كانت 900 ميل 900 ميل قطعها في 5 أيام. سبحان الله. خرج على الفور عامر بن الطفيل الدوسي من قبيلة بني دوس، قضي على العلج هذا في ثواني. وادي سرحان هذا العرب قبل كانت تقول يدخل مات واللي يخرج منه تولد من جديد. هو نزل هكاك يلقي روح الخطة متاعه ماشية كيما حبه هو بالضبط، لكن ما يعرفوش لكون خالد وقتها كان ناوي انه يحسم العركة في نهارين 3 أيام على أقصى تقدير. قال لك هز الفوق كسر له ظهره، قال لهم لا يعرفوا قتال العرب إلا العرب. السلام عليكم متابعينا الأعزاء، إن شاء الله تكونوا بالف خير. مرحبا بكم في قناتكم علي جي تي في. اليوم باش نحكوا على اليرموك 3. كما تعرفوا كملنا اليرموك 2 بوصول الرسالة لخالد بن الوليد. نفس الشيء بدينا اليرموك 3 بقراءة خالد للرسالة. طبعا قري الرسالة، فهم لي كون أبا بكر الصديق حب يتنقل على أقصى جناح سرعة للشام باش يساند الجيش الإسلامي الموجود غادي. خلى المثنى بن الحارثة عينه في بلاصة على العراق، هز 9000 فارس وانطلقوا في اتجاه الشام. الحنكة والذكاوة متاع خالد بن الوليد يعني بالنسبة لي ما بانتليش في الحرب متاع اليرموك، ما بانتليش يعني في المعركة أصلا، بانت لي من أول ما انتقل من العراق للشام. يحكوا في روايات ان المسافة اللي قطعها خالد كانت 900 ميل 900 ميل قطعها في 5 أيام. سبحان الله. خالد وقت اللي خرج خمم في حاجتين. الحاجة الأولى خمم فيها قال لك لازمني طريق يجيبني من وراء الروم، ما حبش اليمين ولا على اليسار ولا من أمامهم، حب يجي من الخلف. أول حاجة حب يباغت، ثاني حاجة ما حبش الروم يقصوا عليه الطريق ويمنعوه انه يوصل للجيش الشام. طبعا كما تعرفوا 9000 باش يقاتلوا 240,000 صعيب. الحاجة الثانية اللي خمم فيها خالد حب يلقى طريق قصير يعني مختصر. كما تعرفوا ما بين نقطة ونقطة تنجم تكون فما أكثر من طريق، لكن الذكاوة انك تختار الطريق الأقصر والأسهل. اختار طريق أقصر اللي اسمه وادي السرحان، لكن يعرف خطورة الطريق هكا كما حكيت في التراك. يعني وادي السرحان هذا العرب قبل كانت تقول يدخل مات واللي يخرج منه تولد من جديد، لشدة ما فيه من قحط ولشدة ما فيه من حرارة، ما فيش ماء خلاص. طلب من الرجال انهم يجيبوا جمال، شربوهم ليتعبوا، سكروا لهم وذانهم. شوفوني سبحان الله زاد تفهموا منها الذكاوة متاع العرب قبل. كي تسكر الوذان متاع الجمل وتسكر له المناخر متاعه يتنفس، لكن وقت اللي ما يحلش فمه وذان يقعد مسكرات المي ما يستعملش اللي يشربه ويخزنه. شرب الجمال المي وتوكلوا على ربي. وفي الثانية الجمال يذبحها ياكلوا لحمها، وقبل ما تتذبح يشربوا الحليب متاعها، والمي هكا يزقوه للخيل متاعهم. طبعا المي اللي يهزوهم معاهم كمؤونة يشربوه هم جنود. الخطة مشت صحيحة الحمد لله. الإشكالية اللي صارت في النهار الرابع. النهار الرابع لقوا روحهم المؤونة كملت عليهم، كمية الماء اللي هزوها طبعا حتى هي كملت. خافت الناس، خافت صدقا. وقت اللي تلقى روحك في بلاصة كما هيك، بلاصة متاع مهالك وما عندكش المؤونة وما عندكش شنو باش تشرب، طبعا باش تخاف كما اي انسان. خالد كي شاف الناس خافت هكاك نادى على رفع الطائي، سأله قال ما وراءك يا رفع. تلفت رافع للجنود وكل قال لهم هلكتم لا أبا لكم. البلاصة هذه راني قلت لكم من الأول راهي ما فيهاش مي. حكى لهم حكاية، قال لهم نتذكر واني صغير قبل تعديت اني وباباي، والبلاصة وقت اللي تعديت منها نتذكر فما نبتة قال لي عليها باباي اسمها العوسج، وبدي يوصف لهم فيها فورمتها كيما الشجرة وفيها كيما النهدين، وصفها لهم بدقة وقال لهم تحوموا عليها. الجنود كلهم انتشروا في البلاصة قعدوا يحوموا. واحد من الجنود ما لقاهاش كيما توصفت له، لكن شبه عليها، نادى على رفع الطائي، ثبتوا منها النبتة لقاها هي، لكن لقاها مكسرة من فوقك. علاش ما عرفهاش؟ على خاطر الأوراق متاعها كانوا مكسرين. حفروا تحتها وبفضل ربي سبحان الله لقوا كمية كبيرة متاع ماء بارد. شربت الناس كل وارتوتوا وتزودوا وتوكلوا على ربي ووصلوا للشام الحمد لله. خالد من اللي وصل للشام هبط على الدروعات فتحها، كمل تعدى التدمر فتحها، هبط بعتالي صارت مناوشات مع الغساسنة محقهم زادا. وهو نازل هكاك يلقي روح الخطة متاعه ماشية كيما حبه هو بالضبط. جي من وراء الروم وبدي يضرب لهم في الخطوط التالية متاعهم.
طبعا وقت اللي نقولوا معركة اليرموك راهي ماهيش معركة صايرة في 3 ولا 4 كيلومترات، معركة صايرة في بلايص. وقت اللي يكونوا الجيوش الزوز يتضاربوا راهو مش معناتها جيش ضد جيش كما تشوفوا في الافلام، راهي مسافات كبيرة ما بيناتهم. ساعات الميمنة نتاع الجيش ما تشوفش الميسرة، ساعات القلب ما يبداش يشوف جناح الزوز. علاش هني سبحان الله تسأل روحك تقول قبل ما عندهمش تليفونات وما عندهمش الوسائل الموجودة والمتوفرة لنا احنا اليوم، ولكن كان خالد بن الوليد رضي الله عنه بالذات يقود فيها الحرب كان ببلاي ستيشن. والموضوع هذا تو باش نحكوا عليه في اليرموك 4 على فكره. تو بالنسبه للخطط الحربيه والقتال وكذا كل خليناه للجزء الرابع ان شاء الله. التقى بجيش يزيد بن ابي سفيان وشرحبيل بن حسنه، بعتالي عبيده بن الجراح، واخر واحد تلاقوا معاه هو الجيش نتاع عمرو بن العاص، كان على حدود فلسطين. تلمدوا كل. خالد اول ما وصل للمكان صلى بالجيش نتاعه، وقت اللي تلفت بعد ما صلى حس كون الصفوف نتاع الجيش الاسلامي ماهيش ملتحمه كما لازمها تلتحم. لاحظ لي كون كل جيش قاعد على شيره، يعني جيش عمرو بن العاص وحده، جيش شرحبيل وحده الى اخره. وقت اللي شافهم بعد على بعضهم بطريقه هاكي وتلفت الجيش الروم يلقاهم جيش كامل متناسق تحت قياده واحده، فما روايات تحكي لي كون اكثر من 50,000 مقاتل مربوطين بالحديد، رابطين روحهم بالحديد باش ما يهربوش. وشاف الجيش الاسلامي كل معسكر على الشيره، اقترح عليهم ان الاماره كل نقولوا احنا نهارين 3 ايام يقودها قائد واحد والناس كلها تكون تحته هو القائد هكا. طبعا خالد في اللحظه هاكي كل امير يخمم انه بعد نهارين 3 ايام باش ياخذ الاماره لكن ما يعرفوش لكون خالد وقتها كان ناوي انه يحسم العركه في نهارين 3 ايام على اقصى تقدير. وافقوه، تلمت الجيوش كلها تحت خالد. الخطة الأولى اللي هبط بها خالد كانت جسان نبض، يعني حط قلب ميمنة ميسرة ساقة في الخلف وكهو. كما تعرفوا قبل في الحروب كانت الصفوف متاع الجيوش وقت اللي تتقابل كانوا يخرجوا مقاتلين للمبارزة الفردية، يعني مقاتل ضد مقاتل اللي نسموه احنا اليوم راس راس. فيها شوية استعراض قوة، فيها شوية رفع المعنويات. خرج مقاتل من بني أسد، طفل عمره 15 عام، يشاور امير الجيش، خرج وطلب مبارز. خرج لعلج من الروم قلت له، خرج للعلج الثاني قلت له وكل مره على فكره وقت اللي يقتل العلج يهز للسلاح نتاعه، يهز للحصان نتاعه ويعطيه يعني شكون، ويعاود يرجع يقاتل مره اخرى. 3 قضي عليهم، كمل خرج له واحد اخر رابع قضي عليه. بني اسد ذكي كلها تحمست للقتال. بني اسد معروفين يعني سبحان الله كانوا من اشرس واقوى القبائل العربيه. خرج له مقاتل خامس اللي هو قائد في صفوف الروم، استشهد طفل الأزدي. صارت بعدها مبارزة أخرى، لكن المرة هذه قائد رومي خرج وهو طلب شكون معناتها يحب يبارزه. خرج له مقاتل عادي، حتى في الروايات ما لقيتش رواية فيها الاسم نتاعه لبساطة هذا المقاتل. وبطريقة ترى كيفاش تمكن انه يقتل المقاتل المسلم. فرح فرحة كبيرة كأنه قتل قائد عسكري كبير ولا ترشنو يعني سبحان الله. المقاتل هذا من شدة الفرحة نتاعه تلفت لصفوف الجيش الإسلامي، شاف من بعيد معاذ بن جبل كان قباري وكان قوي على الفرس نتاعه، عجبه مظهره. وقت اللي عجبه مظهره نادى عليه قال نحب ننزلك. قالوا لك معاذ بن جبل، قال لهم نحب ننزل. معاذ بن جبل طبعا موش باش يرد التالي، هبط له ديريكت، وهو باش يخرج جاه عبيده بن الجراح رضي الله عنه قال له ما نحبكش تخرج، يعني ألح عليه قال لزومك راية اللواء أحب إلي من أن تقاتل هذا الجبل. معاذ بن جبل ما ينجمش طبعا يرفض طلب أبا عبيدة بن الجراح، هبط من الفرس نتاعه وصاح في الجنود قال لهم شكون يحب يجي نعطيه السلاح نتاعي ونعطيه الفرس نتاعي ويقتل الجاضة. يخرج ولده عبد الرحمن بن معاذ بن جبل رضي الله عنهما، عمره 12 عام، يحكوا في روايات 12 عام وما فاتش 12 عام العمر نتاعه. خرج قال له معناتك نحب نقاتلني، أعطاه الفرس وهز السيف نتاعه، تلفت له قال له يا أبتي كاني غلبت، راهو توفيق من الله، وكان استشهدت يا أبتي عليك مني السلام. وخرج طفل عمره 12 عام شد السلاح وخارج باش يقاتل قائد من قادة الروم. صورها يعني في مخك اللي اليوم واحد عمره 17 عام و18 عام أمه قاعدة تعمل فيه على أساس طفل صغير وتعطي فيه في دينار و2000 باش يشرب قهوة باش كذا. انطلق عبد الرحمن، ووقت اللي يوصل مع العلج تخالفوا زوز بالسيوفه، يعني هكا ضرب ضربه وهكا ضرب ضربه. العلج جات ضربه في الدرع طبعا ما تضرش،
والضربة متاع العلج جت في الراس متاع عبد الرحمن. يحكوا ان الخوذة تشقت واستشهد على الفور. كي استشهد عبد الرحمن خرج على الفور عامر بن الطفيل الدوسي من قبيلة بني دوس. تضيع العلج هذا في ثواني. القتالات الفردية اللي حكيناها في اليرموك 3 كانت أشهر القتالات، لكن طبعا ما هيش كل القتالات، صارت برشا منازلات فردية. الأبطال المسلمين كان باش نسميهم وكل لازمني ألبوم، وتو باش تشوفوا في اليرموك 4 يعني باش نذكروا اسامي، باش تسمعوا اسامي اصلا وقت اللي تسمعوهم تحسوا بالهيبه. جيش الروم خرج منها جبل بن ايهم الغساني. جبل بن ايهم هذا يعني قائد من القاده نتاع الغساسنه، كانوا في اي معركه يشنها الروم ضد المسلمين تلقاهم هم في الصفوف الاولى. ناض واحد منهم مره لهرقل قال لا يعرف قتال العرب الا العرب، فضعنا في الخطوط الاماميه. كي قالها هكاك يعني سمع بها الكلمة خالد بن الوليد رضي الله عنه. سامحوني حليت لكم قوس خاطر هذه حكاية أخرى. سمع بها الكلمة خالد بن الوليد، ركب الفرس نتاعه وانطلق ديريكت للجيش نتاع الروم. شوفوا فيه جاي يجري من بعيد، ما فهموش، يسحبوه رسول جاي برسالة، شنو هذا فارس وحده هذا على جيش كامل، ما يعرفوش اللي هو خالد. وصل خالد للقائد هذا اللي قال لهم ما يعرف قتال العربي إلا العرب، خطفه قال لك كيما الرضيع كيما الطفل الصغير البيبي، خطفه حتى على الحصان نتاعه ورجع به للمسلمين. قال لك هز الفوق كسر له ظهره، قال لهم لا يعرف قتال العربي الا العرب، كسر له ظهره ذبحه وطيشه تطيش. المهم خرج جبل بن ايهم الغساني، تصاول وتجاول مع عامر بن الطفيل الدوسي، قاتلوا قتال شرس يعني بأتم معنى الكلمة. قدر الله ما شاء فعل، جبل بن الايهم غلب عامر بن الطفيل الدوسي. وقت اللي استشهد عامر بدي تكبير وتعطت شارة الانطلاق وخشت الجيوش في بعضها. قبل ما يصير الالتحام فما طفل صغير زاد اللي هو جندب بن عامر بن الطفيل. جندب بن عامر بن الطفيل، جندب هذا يعني يحكوا في رواية انه وقت اللي نقز وقاتل جبل بن الايهم قال لك لدرجة ان الروم خافوا على جبله. يعني طفل صغير عمره غلام كان عمره 14 عام 15 عام، القتال اللي قاتل به قال لك يعني سبحان الله. يحكوا ان عبيدة بن الجراح بكي وقت اللي شاف الطفل هذا كيفاش يقاتل، ودعي ربي قال له اللهم تقبل من هذا الغلام فعله. والتحمت الجيوش في بعضها وبدت اليرموك. في اللحظة هاكي جت الرسالة وصلت من المدينة. القصة هذه طبعا اختلفت فيها برشا روايات، فما ناس تقول ان الرسالة وصلت أبا عبيدة بن الجراح واستدلوا بكون عمر بن الخطاب رضي الله عنه عزل فيها خالد بن الوليد وعين أبا عبيدة بن الجراح. هذه الرواية الأولى. والرواية الثانية اللي هي ممكن نلقاها أقرب للواقع لكون خالد تلقى الرسالة وعرف لكونه تم عزله، واللي كونه أبا عبيدة بن الجراح هو اللي تعين مكانه، قال على الخبر وتفاهم معاه كون الخبر هذا يقعد ما بيناتهم باش ما تصيرش بلبلة في الجيش. قدم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه باش يكون هو الأمير متاع الجيش، وطبق رضي الله عنه الرسالة وحطها في جيبه. في روايات أن في جيبه ثم شعارات نتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاطها ديما معاه في كل عركة في كل بلاصة لشدة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خالد بن الوليد. وهني نكونوا كملنا الجزء الثالث نتاع اليرموك. استنونا في الجزء الرابع اللي باش يكون الحلقة الأخيرة اللي باش تسمعوا فيها التكتيكات والخطط العسكرية نتاع خالد، وباش تشوفوا فيها كيفاش ربك نصرنا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. السلام عليكم.